ازيكم يا باشمهندسين، يا رب الجميع يكون بخير. اهلا بحضراتكم في دبلومه اللوحات الانشائيه، او زي ما بسميها Structural Drawing Master Class. الدبلومه دي يا باشمهندس الغرض منها ان انت تقدر تطلع المشروع بلوحات بطريقه احترافيه. مهندسين كتير بيكون يقدر ان هو يعمل تصميم انشائي كويس جدا، يقدر ان هو يعمل موديلنج على تيبس كويس جدا، ولكن لما بيجي لمرحله عمل اللوحات التصميميه كمصمم انشائي بيكون عنده مشكله، مش عارف ان هو يعبر عن المطلوب، مش عارف يطلع اللوحات بتاعته بجوده عاليه، بيطلع اللوحات بتاعته باخطاء. وبالتالي الاخطاء دي يا باشمهندس لما باجي ارسل المشروع نفسه بيرجع لي تاني بسبب الاخطاء او بسبب المعلومات اللي انا نسيت ان انا احطها في اللوحات. فعشان كده ده اهميه الكورس بتاعنا Structural Drawing Master Class. بيتكون من 3 ورش. الورشه الاولى اسمها 100 خطأ في اللوحات الإنشائية. 100 خطأ في اللوحات الإنشائية. الورشة دي يا باشمهندس عبارة عن 100 فيديو، كل فيديو بيقول لك على خطأ انت بتقع فيه في اللوحات الإنشائية بالترتيب. من اول بكلمك على اللوحات الجنرال نوتس ولوحات الأعمدة ولوحات الكاميرات والبلاطات والأساسات والتفاصيل وكل الكلام ده، بنتكلم عن الأخطاء اللي انت ممكن تقابلها. تاني ورشه يا باشمهندسين، وهي صراحه من اهم الورش الموجوده في الكورس ده، هي فينيشنج اوف وول بروجكت. بدي لك مشروع كامل مجرد استاتيكال سيستم بس فقط، مطلوب من حضرتك يا باشمهندس انك تفنشه بالكامل. فده اللي احنا بنشرحه في الورشه دي. بمسك المشروع من اول نقطه لاخر نقطه، اعمل له تفنيش بطريقه احترافيه زي المكاتب الكبيره بالظبط، بالتسميه بكل حاجه، بحيث تبقى واضحه قدامك. ده بالنسبه تاني ورشه. الورشه الثالثه يا باشمهندسين، ودي ورشه مهمه جدا برضو، الطباعه على الاوتوكاد. خلاص يا باشمهندس انا جهزت الملف بتاعي، يبقى انا اتعلمت الاخطاء اللي ممكن اقع فيها، طبقت على مشروع كامل. بعد كده يا باشمهندس عايز اطلع بقى الملف البي دي اف بتاعي، فببدا اعلمك يا باشمهندس ازاي تجهز الجزء من اللوحات بتاعتك، وازاي تبدا تطبعها كملف بي دي اف عشان اقدر اطبعها في اي مكان واقدر اسلمها للعميل كبي دي اف بطريقه، سواء اما هشتغل على في الموديل نفسه، اما هشتغل على اللاي اوت. طب ايه تاني يا باشمهندس موجود في الكورس ده؟ موجود التشيك ليست. بسلمك يا باشمهندس التشيك ليست يا باشمهندس كامله، بتعرفك ايه الحاجات اللي انت اول ما تخلص اللوحات الانشائيه تشيك عليها سريعا. ابدا اعمل تشيك ليست كده عشان اتاكد ان كل حاجه عندي مظبوطه مش ناقصه تماما، بحيث يبقى انت راجعت المشروع بتاعك مره تانية. اخر حاجه تيبيكال بروجكت، بسلمك 4 مشاريع متفنشين على اعلى مستوى عشان تقدر تعمل زيهم وتستخدم التفاصيل اللي موجوده فيهم، بحيث يكون الموضوع معاك يكون سهل. ده الخلاصه بتاعت موضوع دبلومه اللوحات الانشائيه او الاستراكشرال دروينج ماستر كلاس. شكرا، السلام عليكم.